مفيش حاجه بتعلي مستوى السعاده والحماس قد لمه الصحاب، خصوصا بقى لما يبقى شهرين بره البيت. لاول مره انا حبيت بره البيت الفتره الطويله دي. كنت بجمع هدومي وبفك الكمبيوتر وبجهز نفسي عشان اتنقل انا واصحابي. هنقعد لمده شهرين في بيتنا القديم في العصافره عشان خاطر نبيض مشروع التخرج. بمستوى الحماس ده اللي كان معدي طولي بمرتين 13. نزلت ركبت مع والدي العربيه عشان يوصلني هناك. وصلت البيت بس في الطريق كنت بتكلم انا ووالدي، فكان بيقول لي داليا انا على فكره وافقت بس عشان انتي كنتي مبسوطه وعايزه تعملي كده، بس انا ما كنتش موافقه. استغربت جدا. انا كان ممكن افهم اعتراضه لو انا رايحه بيت تاني مش بيتنا، بس انا رايحه بيتنا، هو معترض ليه؟ فلما سالته رد عليا البيوت اللي بقالها كتير اهلها مش ساكنين فيها في حاجات تانية بتسكنها. انا كنت لسه هضحك عشان اكيد هو بيقول نكته، بس وقفني ان هو ما ضحكش. فقعدت بصله شويه، دي مش نكته. رجعت استوضح منه، معلش هو حضرتك تقصد ايه؟ فرد عليا انه قصده واضح، البيوت اللي بقالها كتير محدش سكنها في كائنات تانية بتسكنها. الحاجات دي موجوده وهو شافها وعارف كويس قوي ان هي موجوده. ما قدرتش ما اعترضش بقى، لا معلش شفتها ازاي؟ فقال لي انه كان عنده موكل كان بيلعب كمال اجسام. الراجل ده فضل يخس 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 لغايه لما توفى بعد مشاكل كتير مع مراته. وده حصل فجأة، وكان بيقول ان في جنيه عشقاه وهي السبب في كل اللي حصل ده. فرديت عليه لهم معلش في مليون سبب ممكن يكون حصل للراجل ده وهو مش عايز يعترف بيه، فهيلبسها في الجنيه الغلبانه اللي عمرنا ما هنعرف نجيبها ونسالها هي عملت كده ولا لا. عند النقطه دي اكتشفت ان انا ووالدي مختلفين تماما حوالين الموضوع ده، فقلت خلاص اسكت بقى وكفايه مناقشه على كده. رحت هناك استنيت صحابي وبدانا الشهرين. يعدي يوم التاني التالت، اليوم بدا يتقلب. سهرانين طول الليل ونايمين الصبح. وفي يوم دخلت وانا هلكانه جدا ومطبقه طول الليل عشان انام شويه، ولقيتني قلقت. قمت وانا مستغربه، وانا مش من عادتي ان انا اقلق في نومي، وفي حاجه لقيتني صوتهم عالي بره ولا ايه. جايه اقوم انا مش عارفه اتحرك. هو انا ليه متكتفه؟ العيال دي بتهزر معايا؟ بس انا مش حاسه بحبال ماسكاني. ازاي متكتفه من غير حبال؟ كاني محبوسه جوايا. طب عايزه انادي على حد فيهم، مفيش صوت طالع، انا مش عارفه انادي. رجع سؤال يرن في ودني، هو انت واعيه يا داليا؟ ايوه انا واعيه، انا سامعه صوتهم بره، بس سامعاه كانه بعد تاني مش البعد اللي انا فيه. ف ده مش حلم ولا تهيؤات. صوت الافكار في دماغي ما فضلش كتير لاني ما قعدتش في الحاله دي كتير، ممكن ثواني، ممكن دقيقتين 3، وبعدين قمت ادور في وشوشهم بره على اي حاجه تقول ان هم حسوا او شافوا حاجه عن العالم الغريب اللي انا كنت محبوسه فيه. بس لقيتهم عادي جدا، مفيش اي حاجه. قررت احنا مش هنتكلم عن اللي حصل ده خالص، ما هو اللي هنسكت وما نتكلمش عنه يبقى كانه ما حصلش. عدى وقت، يوم 2 اسبوع، ما حصلش حاجه. قلت خلاص وهي كانت تهيؤات فعلا، عشان ارجع انام واقوم تاني متكتفه مش فاهمه اللي بيحصل. وفي عين حمراء بتضوي في المرايه قدامي. هو في كائنات في البعد ده كمان ولا ايه؟ انا مش فاهمه العين الحمراء اللي قدامي دي ايه. بس التاني مره انا ما بطولش والعين ما بتتحركش، هي بس تلمع في وشي. واقوم ادور في وشوشهم بره على اي حد شاف مين صاحب العين الحمراء اللي كانت بتضوي. وانا بدور بكتشف ان دي لمبه المشترك كانت منوره بس وعكسه قدامي في المرايه. بس في البعد ده كل حاجه مرعبه جدا. حتى وانا مش شايفه حاجه انا دايما كنت بشوف كأن في خيال بيقرب. الحكايه ما اتكررتش تاني. خلصوا شهرين وما حصلتش تاني الموضوع. فقلت خلاص ما دام ما حصلش تاني وما اتكررتش وانا راجعه بيتنا، فايا كان حتى لو في حد بيحاول يسيطر اديني ماشيه وسايبه لهم البيت. اكيد مش هيطلعوا يجروا ورايا، مش طريق الاشباح يعني.
برجع بيتنا واقول بقى انا خلاص هرجع تاني انام واقوم وانا مستريحه، وتمر ايام وشهور وانا بنام واقوم ومفيش اي حاجه بتنغص عليا ده، لحد لما في يوم اجي قايمه انا متكتفه تاني. هو ايه اللي بيحصل؟ هو ده رجع تاني؟ انا شايفه الظل بيقرب حتى وانا متاكده انه مفيش ظل قدامي، بس انا شايفاه. وبعدين هو مين اللي له سلطه عليا اكتر مني ومدي امر لايديا ورجليا ان هما ما يتحركوش وصوتي انه ما يطلعش؟ فبدا صوتي يعلى في دماغي كاني بنادي على حد تاني محبوس معايا في البعد ده. يا جماعه حد تاني محبوس هنا، لو في حد يتواصل معايا باي شكل. المره دي المده ما كانتش دقيقتين 3، احنا وصلنا ل10 دقايق. انا عارفه ده كويس عشان الساعه اللي قدامي اللي ما كانش فيه ونيس ليا في الوقت ده غير عقاربها اللي عماله تتحرك. تشيك تشيك تشيك. 10 دقايق وبعديها قمت فايقه ومفيش اي حاجه. في الفتره دي انا نومي كان مقلوب، لان اخويا كان تعبان وكان في ممرض مقيم عندنا في البيت 24 ساعه، وانا كنت مسؤوله اني اتاكد ان الممرض بتاع ورديه بالليل مش بتروح عليه نوم. فاليوم عندي كان مقلوب. بس الحكايه ما وقفتش على 10 دقايق وبدات تتكرر اكتر من مره. ال10 دقايق بقوا ربع ساعه، وربع ساعه بقت تلت ساعه. انا بتحبس في مكان مش عارفه هو ايه اللي بيحصل ده، ولا فاهمه اي تفسير منطقي ليه. مش قادره اتكلم عشان بيتنا مش مستحمل ان انا اروح اتكلم عن مشكله زي دي انا مش عارفه اصلا اي تفسير منطقي ليها. لما عدت الظروف دي على بيتنا رجعت كويسه وكأن مفيش اي حاجه. بس لغايه النهارده ورغم مرور سنين كل مره بدخل انام فيها بسأل نفسي، وانا هقوم عادي ولا هرجع اتحبس في البعد ده تاني؟ قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل. قلب الليل وبرد الخوف بتكتك سنان الخيل. في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل. في قلب الليل وعزف الصمت بتكتك سنان الخيل. وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط جازع. وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط جازع. في شجرة صمت وانا والصمت. في شجرة صمت وانا والصمت. في برد